واقف انا وديده في البلكونه بنتفرج على جارتن سيتي من فوق وبنشم شويه هوا جمال. قلت لها بتخافي من فله؟ قالت لي لا عمر ما اخاف من حاجه وانا معاك يا عم. قلت لها خلاص لو كده تعال نطلعها ونلعب معاها شويه. ودخلت على فله ورحت افتح لها وببص ورا مني ما لقيتش فريده. انت خايف ولا تعالى ورا مني انا ورا بسرعه يلا. لقيتها قامت جاريه وقامت جايه واقفه ورا منه وما اعرفش فهمتني ازاي. وطبعا فله زي ما انا معودها بتخرج تقعد تلعب معايا وتجري وتتنطط. وفجاه لمحت فريده قامت جاريه ناحيتها. وفريده ما صدقت ونسيت كل اللي انا قلته لها وقامت جاريه وطالعه على الكنبه. فقلت لها خلاص خليكي فوق اتفرجي علينا وانا بلاعب فله وبعلمها تلعب ازاي وتتنطط ازاي. وطبعا فله هتطلع بتحب اللعب والجري والكلام ده. وطبعا ضل واضح لان اول ما بخرجها بتقعد تجري ورا منه وتحب ان انا اقعد العب معاها وازاولها. وطبعا اللي بعمله معاها ده قبل ما اكلها اي حاجه، لان لما بتاكل بتنام وبتكسل عليك تتحرك من مكانها. وطبعا لو وصلت لحد هنا انت مش مستني ان اقول لك تعمل لايك وتشجعني بيه. وبرضك زي ما هي ما بتحب اللعب عندها سنه شراسه اول مره اشوفها في جرو كده. ورغم صغر سنها بس ما شاء الله ناصحه وبتفهم اي حاجه ببعتها لها او برميها لها بتروح عليها. ممكن اكون خلصت لعب مع فله عشان هبطتني وما عدتش قادر والجو اصلا نار. يا ريت انت بقى تطرها علينا بلايك وانت بتصلي على النبي.